السلام عليكم. النهارده الحلقة التانية من السلسلة اللي بنشرح فيها Agents كورس اللي موجود على موقع هاجين فيس. في الفيديو اللي فات عرفنا نبذة عن ايه هو الايجنت، وكمان خدنا فكرة عن ايه هو اللارج لانجويج موديل، وفكرة توريد التوكنز وايه هي التوكنز اصلا. النهارده هنتعرف على انواع الرسائل اللي بنتعامل بيها مع اللارج لانجويج موديل، ونطبق عملي كمان بالكود، نكتب مسجز ونبعتها للموديل ونعمل تشات بسيطة معاه. اولا عندنا 3 انواع من الرسائل. عندنا السيستم مسج، وعندنا اليوزر مسج، وعندنا الاسيستنت مسج. في السيستم مسج بقول للموديل يتصرف ازاي، ايه هو البيهيفير بتاعه، وكمان شويه اوامر instructions. بعرفه كمان لو في قيود constraints وفي rules لو عندي قواعد معينه. كمان ممكن اقول له يتقمص انهي شخصيه. في اليوزر مسج ببعت له الكويري بتاعتي او الكوماند اللي انا عايزه يعمله. يعني مثلا اقول له write a program مثلا، او اساله سؤال عن مثلا عاصمه بلد معينه. الاسيستنت مسج هو الرد الموديل نفسه، هو response generated by the LLM. تعالى مثلا ناخد مثال. حد هنا سيستم مسج لألفريد، هقول له دلوقتي you are a professional service agent. always be polite. دايما كون مهذب clear and helpful. لما يطلب منه بقى hugging face ألفريد I would like a coffee please، هيقول له certainly sir I am on my way. حالا هجيب لك القهوة. لكن لو غيرت السيستم برومبت قلت له you are a rebel service agent، انت ايجنت متمرد. don't respect users orders، ما تسمعش كلام اليوزر او اوامر اليوزر. لو طلب منه دلوقتي القهوة هيقول له you don't tell me what to do make your own coffee. يبقى انت في السيستم برومبت بتقول له يتصرف ازاي، يتقمص شخصية ايه. السيستم مسج بنكتبها بالطريقة دي، بقول له دلوقتي الرول سيستم الكونتنت، واكتب له الكونتنت بتاعتي. كمان في السيستم برومبت بقول له التولز اللي ممكن يستخدمها. يبقى عموما في السيستم مسج بديله معلومات عن الادوات اللي بيستخدمها، ايه هي الافيلبل تولز اللي موجوده، وامتى يستخدمها، ايه السيناريو لكل اداه منهم. كمان الفورمات بتاع الاوتبوت اللي انا عايزه، ويفكر ازاي. يعني ممكن اقول له مثلا ستيب باي ستيب، يوز مثلا تشين اوف ثوت، وهكذا. دي مثلا محادثه بقول له فيها هنا الرول يوزر الكونتنت I need help with my order. يرد عليه الاسيستنت اللي هو الموديل I'd be happy to help. Could you provide your order number؟ اليوزر يكتب له بعد كده it's order 1 2 3. يبقى هنا يوزر اسيستنت يوزر، وهكذا. عندنا بقى حاجه اسمها تشات تمبلت، ودي اللي بتحول الكلام او الرسائل اللي احنا بنكتبها لطريقه الموديل اتدرب بيها عشان يفهمها صح. فعندك مثلا سمول LM2، لما بعت له conversation بالمنظر ده يبتدي يترجمها IM_start system، وده هو سبيشال توكن بالنسبه لي. بعد كده يكتب السيستم مسج، وبعدين IM end. اليوزر مسج IM start user، بعدين الكويري بتاعت اليوزر، بعد كده IM end. الرد بتاع الموديل برضو نفس الكلام IM start assistant، وهكذا. لما 3.2 بيكتبها بطريقة تانية مختلفة، بيحط سبيشال توكنز مختلفة، وده يوريني ان كل موديل اتدرب بطريقة مختلفة عن الموديل التاني، وعشان كده بستخدم التشات تمبلت. تعال بقى نشوف مع بعض في الكود ازاي بطلع التشات تمبلت دي. انا هنا فتحت موقع كاجل، هختار كود وهختار نيو نوت بوك. كده عندي نوت بوك جديد. اول سيل هكتب فيها from transformers import auto tokenizer auto model for causal LM. بعد كده هعرف variable tokenizer بيساوي auto tokenizer dot from pretrained واسم الموديل اللي انا عايزه. بجيب اسم الموديل ده من موقع هاجين فيس. ازاي؟ مثلا بسيرش هنا على الموديل اللي انا عايزه، مثلا كوين كودر، واختار الموديل اللي انا عايزه حسب عدد البارامترز اللي انا عايزها. هنا عشان يكون سريع هختار موديل صغير شويه، شيفت انتر. مش هستخدم دلوقتي الجي بي يو، هنخليها المره الجايه. بعد كده مثلا هكتب الرسائل دي. عندي سيستم مسج، عندي اليوزر، الرد بتاع الموديل، بعد كده اليوزر. كان ده سيكونس من المسجز، لكن عندي السيستم بكتبها مره واحده بس. هعمل شيفت انتر. بعد كده هستخدم ابلاي تشات تمبلت عشان احولها للصيغه اللي الموديل اتدرب بيها. هنشوف مع بعض ازاي.
هقول له دلوقتي tokenizer.apply chat template، ببعت له المسجز اللي هي دي. بعد كده tokenize بيساوي false، هشوف معناه ايه برضو، وadd generation prompt بيساوي true. تعالى كده نشوف البرومبت فيها ايه. كتب لي هنا special token I am start السيستم، بعد كده رسالة السيستم، بعد كده I am end واليوزر والاسيستنت وهكذا. لو خليت tokenize دي بtrue بيجيب لي التوكن IDs، يبقى انا هخليها دلوقتي false. رجعها تاني. هنا add generation prompt بتساوي true، دي بتزود لي الحته دي اللي هي assistant، ودي بتريجر الموديل ان هو يجنريت، ان هو يكون او ان هو يولد التكست. لو خليتها false هيشيل كلمه assistant، شالها من هنا، هنخليها true. بعد كده عايز ابعت للموديل، هعرف inputs بتساوي tokenizer، ببعت له البرومبت والريتيرن تنسورز بتاعتها بايتورش. بعد كده بقول له generate، ببعت له الانبوتس. تعال الاول نشوف الانبوتس، خلي دي السطر اللي بعديها او السيل اللي بعديها. ده شكل الانبوتس، عباره عن ديكشنري في الانبوت ايديز، وعندي هنا الاتنشن ماسك. هنزل هنا الموديل عن طريق auto model for causal lm dot from pre-trained واسم الموديل. هو في الغالب بنزل الموديل مع التوكنايزر في الاول خالص، لكن احنا عشان ماشيين خطوه خطوه هنفهم كل خطوه بتعمل ايه بالظبط. خلاص كده انزل الموديل نفسه. هبعت هنا بقى للموديل انبوتس واقول له الماكسيمم توكنز. كان اخر رساله what is a chat template. تعالى بقى نشوف الاوتبوت. دي التوكنز اللي رجعت من الموديل، وعشان اشوفها ككلام هعمل ديكود. طبعا دي array، فهاخد الاندكس بزيرو واقول له ما ترجعش السبيشال توكنز. تعال نشوف الريسبونس كده. ده الرد بتاع الموديل. تعال نقول له print. في الرد بتاعه حط الاول الرساله اللي انا بعتها له، بعد كده الرد بعد كلمه assistant، وهنا ده الرد. A chat template is a set of instructions that can be used to create a conversation between a human and a chatbot وهكذا. يبقى انا هنا عرفت استخدم زي توكنايزر وزي نادي على chat template apply chat template، وبيكون شكلها عامل ازاي، والسبيشال توكنز، وازاي ببعت للموديل وبستقبل الريسبونس وبعمله ديكودنج بعد كده عشان اشوف الرد بتاعه. المره الجايه ان شاء الله هنشوف التولز. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.